ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد. والنهاردة هنتكلم كلمتين بسرعة كده عشان يعني المايك داخل في زوري وهيموت. ايه اللي نقدر ناكله في العيد عشان الدنيا تبقى تمام؟ بصوا انا هقول لكم على سر كده تحفظوه وتطبقوه عشان الاكل يبقى ماشي مظبوط. طيب البروتين، انت هتدخل حوالي من 150 ل 200 جرام بروتين في اليوم. الكارب هتدخل من 200 ل 300 جرام كارب في اليوم. فاتس دخل 50 جرام فاتس. طبعا كل الكلام اللي انا قلته ده اي كلام، ولا ليه اي علاقه بالصحه ولا اي حاجه. المختصر المفيد في العيد او في اي مناسبه او في اي حاجه، في حاجتين تبص عليهم. اول حاجه لازم تبقى انسان طبيعي، يعني حتى لو انت عامل دايت قاسي باي شكل ما، يعني اي نوع من الدايت، ما ينفعش تحرم نفسك من كل حاجه وتقعد متضايق وتبقى قاعد مثلا مع صحابك كلهم بياكلوا وانت متقدر، قاعد مع ولادك كلهم بياكلوا وانت متقدر. يعني خليك اجتماعي الى حد ما في المناسبات العائليه بالذات، وحاول تاكل حتى لو بكميه بسيطه. يعني كل طبق عادي زي اللي بتاكله كده، مش لازم تاكل وجبه قد كده، كل وجبه عاديه بس تبقى يعني اجتماعي وتشارك الناس، وهو في الاخر دي مناسبه، يعني يوم يومين والموضوع انتهى. تاني نصيحه، بلاش قصه خربانه خربانه. يعني ايه؟ انت صحيت اول يوم العيد، فطرت مع عيلتك ودبيت وعيش وبطاطس وفول وكلت طن عيش، كلت زي ما انت عايز وانبسطت تمام. تيجي في الغداء، ما خلاص بقى انا بوظت الدنيا في الفطار، يلا بينا تقوم ضارب نص خروف وليا وبتاع. بعدها طب ما يلا نحلي، طب ما يعني هي جت على ده، ما انا فطار والغدا باي باي. تقوم يعني انا ما بحبش الاسلوب ده. جيت في مناسبة عندك غدا مثلا، كلت براحتك شوية، خلاص تبتدي بقى ما تاكلش حلو، تبقى فطرت فطار معقول بتاع. لكن تقوم عاكك الدنيا كلها وتدخل في يومك مثلا 10000 كالوري بدل 2000، مش عقل. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم، انبسطوا وتمتعوا بالعيد مع اهاليكم واسركم، وما تحرموش نفسكم من حاجة. وفي المقابل برضو ما تعكوش الدنيا قوي. كل سنة وانتم طيبين، سلام.